في يوم عادي في بيت دافئ مليان ألعاب وكتب، كان مروان قاعد على الأرض وسط المكعبات الملونة. حاول يبني برج طويل، لكن البرج كان بيقع كل مرة، ومع كل محاولة فاشلة زاد إحباطه وزاد غضبه لحد ما قرر يسيب المكعبات ويتخلى عن المحاولة. لكن أمه ما اتضايقتش من فشله، بالعكس جابت كوباية فاضية وحطتها قدامه. بعد شوية بدأت تملاها نقطة ورا نقطة. مروان قعد يبص مستغرب ازاي الكوباية الفاضية بقت تتملي بهدوء. وقتها فهم إن أي حاجة كبيرة بتبدأ بخطوات صغيرة. مروان رجع للمكعبات من تاني. المرة الأولى وقع البرج، لكن المرة دي ما استسلمش. افتكر الكوباية اللي بتتملي نقطة نقطة. حاول مرة ومرتين وتلاتة، ومع كل محاولة زاد صبره وزادت دقته. وأخيراً بعد تعب وصبر وقف البرج طويل وراسي قدامه. ابتسم مروان ابتسامة فرح ما قدرش يخبيها، وهو شايف الكوباية اللي بقت مليانة مية لآخرها، كأنها بتشجعه وبتقوله الصبر بيغير كل حاجة. وهنا اتعلم مروان الدرس: النجاح مش بيجي بسرعة، لكنه بيجي مع المحاولة والصبر.